اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة إن شاء الله هنعمل وصفة من الوصفات الرمضانية، من أحلى الوصفات اللي كلنا بنحتاجها وبنحب إن احنا نعملها في رمضان، بس بطريقة بسيطة خالص وسهلة. هي المقادير بتاعتها بسيطة وإن شاء الله تكون متوفرة عندنا في كل بيت. هنعمل الكنافة بالقشطة الكدابة، مش عارفة ليه بيسموها القشطة الكدابة بس هي والله احنا حاطين فيها حاجات حلوة قوي وقيمة غذائية وهتبقى جميلة جدا إن شاء الله، هتنور رضاكم. احتفظوا بالفيديو ده عشان إن شاء الله هتحتاجوه في رمضان. اول حاجه عندي هنا كنافه. الكنافه دي انا حطيتها في الفريزر وبعدين طلعتها ضربتها في الكبه عشان تبقى معايا بالشكل ده. وهنعمل الشربات عباره عن كوبايتين من السكر وكوبايه من الميه وعصره ليمونه وفانيليا. دول لازم الشربات يكون تقيل. بعد كده هنعمل القشطه الكدابه. عندنا سكر ونشا ولبن بودر وكريم شانتيه وفانيليا ولبن طبعا سايب وقشطه اللي هي وش اللبن. المتوفر عندك من الحاجات دي استخدميه، مش متوفر عندك حاجه منهم الاساسي فيهم اللبن والسكر والنشا ورشه فانيليا. وطبعا القشطه معلقه كده تكون حلوه. لو ما عندكيش لبن بودره او الكريم شانتيه مفيش مشكله، ممكن ما نستخدمهوش. عندنا هنا الكنافه بعد ما طحنتها في الكبه وهي متجمده عشان تبقى معايا مفروكه بالشكل ده، هحط عليها رشه من السكر وعندي هنا شويه من السمنه البلدي. لو انت ما عندكيش سمنه بلدي ممكن تستخدمي زبده. وهنبدا ان احنا نحطها على الكنافه ونغلفها كلها بحيث ان هي تبقى كلها متغلفه بالسمنه كده عشان خاطر نقدر ان احنا نفردها في الصينيه وتبقى متماسكه في بعضيها. بعد كده المرحله الاولانيه المفروض ان احنا هنحط الشربات على النار. الشربات ده بيبقى تقيل، المفروض ان احنا بنطلع الكنافه سخنه والشربات بيبقى بارد بنحطه عليها. عندنا هنا كوبايتين السكر هتحطي عليهم كوبايه من الميه وهتعصري عصره الليمون وتحطي رشه الفانيليا وتحطيهم على النار 10 دقايق وتطفي عليهم. بعد كده هيبقوا تقال معاكي وتمام، ما تقلبوهوش ولا حاجه. لو عايزه تقلبيه برضو براحتك ممكن تقلبيه، وممكن لو انت هتسيبيه شويه اكتر على النار هتسيبيه، بس الفانيليا هتحطيها في الاخر خالص بعد ما تطفي. بس انا بظبط على 12 دقيقه بالظبط او 10 دقايق وبفصل البوتاجاز، ما بسيبوش شغال، وبيبقى معايا السكر خلاص داب وهو غلى كده وتقل معايا. بعد كده عندي بقى المرحله التانية. هنعمل ايه؟ هنعمل القشطه الكدابه. حطينا بقى هنا اللبن وهبدا انزل بالحاجات دي كلها وادوبها كويس قوي، ما اخليش فيها اي تكتلات، ورشه الفانيليا ومعلقه القشطه، وهبدا ادوب كل الحاجات دي كويس قوي مع بعض. لو عندك اللي هي القشطه المعلبه او القشطه البوك الحاجات دي تبقى جميله قوي برضو. هدوب الحاجات دي، انا عايزاها تبقى زي تقل المهلبيه بالظبط. هطلعها احطها على النار وهفضل اقلب فيها عشان خاطر ما تتماسكش مع بعض، عشان خاطر الحاجات دي كلها تدوب مع بعضيها. وهحطها اول ما انزلها هسيبها تبرد شويه، مش هستخدمها سخنه قوي. طبعا هي مش تتقل معايا مره واحده. انا هنا حاطه الشربات اهوت وسايبه السمنه بتسخن معايا، بس بفككها. بس بعد كده بقى على ما المهلبيه تتقل معايا هبدا ان انا اقلب المكونات دي كلها مع بعض مع السمنه. ما عندكيش سكر بودر ممكن تحطي السكر اللي هو السنترفيش، بس يفضل ان يكون ناعم مش اللي هو التاني. هبدا اخلط بقى الكنافه، اخلي كل الكنافه كده تتماسك مع بعضيها بالسمنه اللي انا حطيتها. لو حسيت ان هي محتاجه كمان شويه ممكن تحطي. هو النص كيلو بياخد نص كوبايه او كوبايه الا ربع من اللي هي مج الشاي. انا حطيت اقل من كده يعني. دهنت بقى الصينيه زي ما انتوا شايفين كده لازم سمنه من تحت، وهبدا اقسم المكونات دي. هاخد نص تحت وهسيب النص التاني هحطه على الوش. بس لازم النص اللي تحت ان احنا نضغطه كويس جدا بايدينا او بطبق اي حاجه او بصينيه تانية تدخل جواها، وتفضلي تضغطي عليها كويس جدا بايديكي عشان خاطر تمسك في الصينيه. وكمان لما تحطي المكونات اللي انت هتحطيها ما تنزلش من الطبقه اللي تحت. ولازم تعملي لها حروف عشان خاطر المهلبيه ما تجيش او القشطه الكدابه ما تجيش على الحروف فتتحرق معاكي وتبوظ. هنعمل بقى حروف كده لفوق عشان خاطر زي غلاف يعني. هبدأ بقى كده اضغط بالطبق، ممكن كمان تضغطي بايدك يعني او بصينيه تكون قد انا حسيت ان انا مش متحكمه بالطبق فبدات ان انا اضغط بايدي. دي بقى فايده السمنه اللي احنا بنحطها وبنخليها تغلف الكنافه. فبصوا بتتماسك معانا بكل سهوله. الاول ما كانتش بتتماسك كده لما كنا طحناها في الكب. الحروف دي بقى كده هتخلي المهلبيه معايا ما تطلعش في الحروف خالص. هبدا بقى كده انزل اللي هي خلاص خلصتها. هي كمان ممكن تتقليها اكتر من كده، بس كده كده بعد ما بنحط الشربات ونسيبها تبرد شويه بتلاقي الكنافه معاكي تماسكت وبقت متماسكه معاكي في الكنافه. كده كانت بردت معايا. هبدا بقى نزلتها خلاص اهوت. الطبقه اللي فوق بقى المفروض لما بننزلها ما ينفعش ان احنا نضغط عليها بايدينا، بتحطي بالراحه خالص وبتطبطبي كده عليها بالراحه وبتوزعيها كده بالراحه خالص عشان خاطر الحاجات دي لو ضغطتي عليها هتلاقيها طلعت من الجناب كلها.
الكنافه من احلى الحاجات اللي كلنا بنحبها في رمضان، وبيبقى طعمها جميل جدا. يعني بتحبي بقى تاخدي كده قطعه منها كده مع كوبايه شاي او كوبايه قهوه، بيبقى طعمها تحفه. فهي بتتعمل باكتر من طريقه، فدي طريقه من الطرق الجميله جدا. وبجد طعمها في البيت طلع احلى بكتير، والله طلع احلى بكتير من ان احنا بنجيبها من بره من المحلات. وكمان الاسعار بره بقت فظيعه قوي في الحاجات اللي زي كده. فنعمل الحاجه في البيت. يعني دول نص كيلو ما شاء الله، عملنا لنا صينيه جميله اهيت، وربع ربع لتر من اللبن، والسكر طبعا والميه والفانيليا موجوده عندنا. الحاجات ديت يعني موجوده عندنا في البيت. الكنافه دلوقتي لو تقدري تجيبي منها وتحطي منها في الفريزر نص كيلو او كيلو يفضل برضو، لان هي دلوقتي عامله 30 جنيه، وفي اماكن بتبيعها ب 32. على رمضان ممكن تبقى ب 45 يعني. انا كده بقى خلاص حطيت اهوت. هبدأ بقى بايدي كده بالراحة خالص، وهحط الحروف كده الفها عليها، وهحط بقى على وشها شوية سمنة كده صغيرين. وطبعا الفرن في المرحلة دي لازم يكون سخن عندي كويس جدا. هدخلها في الرف الاوسط على درجة حرارة 180 وهتابعها. لو ما اتحمرتش من فوق بشغل عليها الشواية دقيقتين بس وبتبقى معايا تمام. طلعتها خلاص كانت تمام معايا كده. هبدأ بقى احط عليها الشربات. بصوا بقى، هي انا حطيت شربات كتير اهو، بس هي هتمتص كله، هتشربه مش هتخلي فيه حاجة. وعشان سخنه بتبدا ان هي تطرطش كده، فخلي بالكم من ايديكم لان اللسعه بتاعت دي بتبقى صعبه. يعني ربنا يرحمنا يا رب ويحمينا. فبصوا بقى دي كده بعد ما بردت، هي ما كانتش بردت قوي فانا استعجلت في تقطيعها. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تحطوا لايك جميل زيكم. اشوفكم